السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هنعمل فيه تسالي العيد. معانا حلبة، معانا حمص الشام، معانا كمان فول، ومعانا كمان الترمس الحلو. ده ترمس حلو سريع مش المر. طبعا هغسله كويس وهنقيه وهنقعه في مية. هنا كنت فضيته بقى يا حبايبي اهو، كل حاجة في طبق لوحدها. وهبدأ أنزل بالمية بتاعتي، مية عادية خالص من الحنفية، وهنقعه. هنا أنا كنت جايباه من بالليل، هنقعه لحد الصبح. وهعمله كل حاجة إن شاء الله، مش هو يوم بس نقع، وبعد كده هتعمليه مش هياخد ساعتين معاكي وهيكون مستوي اهو. هنقعهم كويس وهغير لهم المية كل ساعتين. شايفين يا حبايبي؟ ده بعد ليلة كاملة اهو. شايفين حجمهم زاد ازاي اهو بالشكل ده كده. طبعا الحلبة انا غسلتها كويس ونقيتها حلو. تقدري تحطيها بقى في مصفى، في حتة قماشة، وكل شوية تحط لهم المية بتاعتها لحد ما يزرع. طبعا تبقى شكلها جميل. طبعا الحلبة ليها فوائد كتير يا حبايبي، في شربها، في اكلها، بصراحة كلها فايدة. انا هنا بصراحة احطها في كوبايات البلاستيك دي بتاعت المية. هعمل لها فتحات كده بكل سهولة بالخلة بتاعتي اهي. وهبدأ كل كوباية احط معلقتين من الحلبة اهو بالشكل ده اهو. مناديل المطبخ بقى هطبقها وهبلها واحطها كده من فوق، وكل ما تنشف هبلها تاني واحطها تاني اهو بالشكل ده. طبعا انا حطيت لها فتحات من تحت علشان طبعا تنزل المية الزيادة اهو. وده كان شكلها. هغطيها بقى بمناديل وهسيبها. طبعا هغير المية للترمس وللفول وللحمص. شايفين شكلهم اتضاعف ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهو بالشكل ده كده. هغير لهم المية. كان عدى بقى ساعتين. شايفين الحلبة بدأت تزرع معايا اهو بالشكل ده كده. وهنا بقى كنت خلاص حطيت الترمس والفول والحمص على النار. طبعا الفول والحمص مش هياخدوا سوا زي الترمس. هحط لهم الاول على نار عالية، وبعد كده هوطي لهم النار وهسيبهم يستووا براحتهم. الفول هنا كان استوى معايا والحمص كمان. الترمس اهو بدأ هيغلي معايا. طبعا الريم اللي من فوق ده احنا مش عايزينه، هتخلص منه طبعا اهو. شايفين شكله بقى؟ هنا كان خلاص قرب يستوى. والفول كمان غسلته وصفيته. طاسة على النار، ويا ريت ما تكونش بتلزق يا حبايبي عشان ما تتعبكيش. حطينا الفول وهبدأ اقلبه. احنا هنشويه كده على النار اهو. لازم تصفيه كويس من المية بتاعته. شايفين شكله الحلو ده؟ طبعا احنا كلنا بنحب نجيبه من على عربية الترمس. ادينا اهو عملناه في البيت بكل سهولة بنص كيلو فول. بصي عملتي قد ايه اهو. هنا كان خلاص باخد اللسوعة الحلوة دي. هنا هعمله بقى المحلول الملح بتاعه. معلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الشطة، ودي اختياري طبعا، مش عايزة تحطيها متحطيهاش، بس بيبقى طعمه حلو. هنا طبعا عصرة الليمونة، وهضيف له كمان المية. هقلب كل ده. هبدأ انزل هنا بالفول اهو.
زي ما انت شايفة يا حبيبتي كده. وده المحلول النقع بتاعه. هنا هيكمل برضو الفول سواه. هنا رجعت برضو للترمس لقيته استوى حبايبي معايا. طبعا هتعليله النار، بعد كده هتوطي النار عليه خالص وهتسيبيه ساعتين وهيستوى معاكي. هعمله برضو محلول النقع بتاعه. طبعا الحبة اللي احنا هناكلهم احنا هنحط لهم من المحلول ده، انما الباقي هتحطيه في مية نضيفة ما فيهاش اي حاجة خالص وهتحطيها في التلاجة. هتحطي برضو ملح، كمون، شطة، ليمون. طبعا انت هتحطي على قد ما انت ما هتاكلي او هتقدمي حبيبتي لضيوفك، والباقي هتحتفظي بيه في التلاجة. وياريت تخلي معلقة معينة للترمس، متحطيش ايدك فيه خالص. اهو يا حبيبتي بالشكل ده. عملنا الفول اهو، وعملنا كمان الترمس بكل سهولة وفي البيت. يلا بقى نقدمهم. هقدمهم طبعا مع الليمون، وطبعا مع انا حطيت في الكوباية ديت كمون وشطة وليمون اللي يحب يزود. ضفنا هنا كمان حمص الشام اهو بالشكل ده كده. هحط له رشة كمون وشطة، واوعي تنسي الليمون. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ عملتيه في البيت بكل سهولة، طعمه كمان جميل. يلا اعمليه بكل سهولة، طريقة سهلة وبسيطة، ومش هتاخد منك غير ساعتين على النار اهو. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين كمان الحلبة، بس طبعا الحلبة ما لحقتش حبيبتي تزرع بالشكل المطلوب. انا برضو حبيت اوريها لك في المرحلة دي. هتستني عليها يوم او 2 وهتزرع معاكي ويبقى شكلها حلو، بس انا قلت برضو اوريها لك. وده كان الترمس معانا، وده الفول اهو. اسيبك بقى في رعاية الله واقول لك ايه، السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.